مبدئيا كده لو انت اقل من 18 سنه ما تتفرجش على الفيديو، ولو انت بنت ما تتفرجيش اصلا، لان من الاخر كده الفيديو ده كان متعب نفسيا جدا جدا ليا وللكرو كله، لان الشخصيه اللي هحكي لكم عنها النهارده دي واحده من اقذر الشخصيات اللي عرفها التاريخ كله، وده بسبب البلاوي اللي كان بيعملها في الدارك ويب، لانه كان بيعمل حاجات مهما احكي لك عنها مش هتيجي 10% من اللي كان بيعمله اصلا. واكتر حاجه بشعه كان بيعملها انه كان بيعمل كده في الاطفال الصغيرين. بس لو عايز تعرف هو كان بيعمل ايه بقى بالظبط، تابع الحلقه دي للاخر، ويا ريت تعمل اشتراك للقناه وتدوس لايك وشير للحلقه. وما تنساش انا رامز عادل، وده في ظروف غامضه. بص يا معلم، حصل في الالفينات حاجه غريبه جدا، وهو انتشر وقتها فيديوهات كتيره جدا لبنات بتعذب الحيوانات على الهواء مباشره. ومن ضمن التعذيب اللي حصل ده كانوا بيسلخوا الحيوانات حيين، ودي حاجه ما كانتش مفهومه بالمره. في الاول كانوا فاكرين البنات دي مرضى نفسيين وبيعملوا كده بهدف التسليه، بس اللي حصل بعد كده كان ابعد بكتير، لانهم سنه 2016 لما قبضوا على واحد متهم ب 118 جريمه من نفس النوعيه دي اكتشفوا ان ده مصدر اكل عيشه. وبالمناسبه الشخص اللي اتقبض عليه سنه 2016 هو ده بيتر سكالي اللي هحكي لكم حكايته، وده فعلا مش بني ادم، وللاسف الشخص ده عايش لحد دلوقتي في السجن. وبيتر اتولد سنه 63 في استراليا، وكان زيه زي اي طفل موجود بيحب اللعب والتنطيط، بس كان اذكى من كل الاطفال اللي موجوده، لحد ما في يوم من الايام تم الاعتداء عليه جنسيا. وهنا كل الناس قالت ان بيتر حياته هتقف، بس على العكس تماما، بيتر كمل حياته وكأن الحادثة ما حصلتش أصلا، وكبر واشتغل واتجوز وخلف طفلين، وكمان عاش حياة طبيعية جدا. ده كمان كان بيحب مراته وعياله جدا، وكان بياخدهم يفسحهم ويبسطهم زيه زي أي أب طبيعي. ولحد هنا كانت الدنيا زي الفل، بس اللي حصل بعد كده هو اللي ما كانش زي الفل. لحد سنة 2011 لما بيتر اتقبض عليه في 57 تهمة نصب، وكان عليه 2 مليون دولار. وهنا بيتر قرر انه يهرب ويرمي الجمل بما حمل، وهيسيب مراته وعياله وهيسافر. وقرر انه هيسافر ويروح الفلبين في جزيرة اسمها مينداناوا، والجزيرة دي كانت معروفة انها جزيرة فقيرة جدا والشرطة ما بتخشهاش اصلا. ومن هنا قرر بيتر انه هيروح هناك عشان ما حدش يدور عليه. بس لما راح هناك اكتشف حاجة غريبة جدا، وهي ان الجزيرة دي مهتمية جدا جدا بالافلام الاباحيه خصوصا للاطفال. وبيتر في الوقت ده شاف ان في اطفال كتيره في القريه مالهمش مأوى، ده بالعكس ده بيتعرضوا كل يوم للعنف الاسري ومطرودين في الشوارع. ومن هنا جات له فكره جهنميه ان هو بدا يستدرج الاطفال دي ويطلعهم لايف ويعمل فيهم اي حاجه هتطلب منه في اللايف بالظبط زي ما جه في دماغك. ده بالعكس، ده بيتر كمان ما كانش بيعمل كده بس، ده كمان عشان يزود الريتش والفلوس لو وقعوا منه كان بيجيب بيبيهات صغيره ويعمل فيهم اللي هيطلب منه في اللايف. وعايز اقول لكم ان الضحيه كانت بتفارق الحياه قبل ما اللايف يخلص. وخليني اقول لكم ان بيتر فضل يعمل كده لحد ما قناته اللي هي الريد روم او الغرفه الحمراء بقت اشهر قناه على الدارك ويب. ده كمان الناس عشان تخشها وتدخل عنده تتفرج على الفيديوهات كانت بتدفع مبالغ كبيره جدا. وطبعا الموضوع لما كبر مع بيتر قرر ان هو هيجيب حد يساعده، وجاب بنت فعلا شغاله في الدعاره وقال لها اي طفل هتجيبه لي ليكي من 1000 ل 10000 دولار، وده على حسب سنه ووزنه كمان. بس قال لها خلي بالك لو حد عرف حاجه هتكون رقبتك هي الثمن. وفعلا البنت اندمجت جدا معاه، وبداوا كمان يعملوا زوج وزوجه ويروحوا للبيوت الفقيره اللي موجودين في القريه ويطلبوا منهم ان هم عايزين يتبنوا اطفالهم ويربوهم عيشه كويسه في مكان تاني. وطبعا بما ان القريه كانت فقيره فكانت الاهالي بتوافق بسرعه. ومن هنا بيتر ما بقاش ينقطع عنه الاطفال، وبدات الافلام تكتر لان كل يوم كان عنده اطفال جديده. والشرطه ما اكتشفتش ده غير لما كان عنده 57 جمجمه لطفل مدفونين عنده جوه البيت، وده اللي اكتشفوه رسميا، لكن اللي لسه ما اكتشفوش كان اكتر بكتير. لحد ما في يوم من الايام بيتر حصلت له مشكله كبيره، والمشكله دي كانت لما المساعده بتاعته جابت له بنتين وقالت له هم دول اللي هنشتغل عليهم المره دي. وفعلا بيتر بدأ ياخدهم وقعد 5 ايام متواصله بيعذب فيهم بكل طرق التعذيب. ده كمان اغتصبهم جوه اللايف، وما اكتفاش بكده، ده بعد ما كان بيخلص لايف كان بيطلع ويربطهم من رقبتهم ويرسم لهم دايره على الارض ويقول لهم هي دي الحفره اللي انتوا هتدفنوا فيها، يلا احفروا. متهيألي متخيلين مدى الجبروت بتاع الراجل ده كان عامل ازاي. وفعلا بدأ بعد كده يزود عليهم جرعات التعذيب لدرجه ان البنتين خلصوا الحفره اللي هيدفنوا فيها قبل ميعادها عشان يخلص عليهم ويريحهم من العذاب. شايفين الجبروت كان عامل ازاي والتعذيب كان عامل ازاي. وفعلا قال لهم بكره هخلص عليكم جوه اللايف، يلا اجهزوا. والبنتين في اليوم ده بيتر نام وصحي ما لقاهمش، وفجاه البنتين اختفوا، وعرف ان هم هربوا من البيت بس ما عرفش ازاي هربوا. بس في كلام كتير اتقال ان المساعده بتاعته هي اللي هربتهم وانهم صعبوا عليها، بس دي كانت حاجه غريبه لان اشمعنى دول اللي صعبوا عليها. المهم دلوقتي ان البنتين دول قدروا ان هم يهربوا وراحوا لاهاليهم وراحوا
راحوا على مركز الشرطه بسرعه، ومركز الشرطه اول ما سمع منهم كل اللي بيعمله بيتر خد قوه وطلع على بيت بيتر على طول. وهنا ما لقوش بيتر، وبيتر كان قدر يهرب. وانا لو مكان بيتر كنت هقول الحمد لله ان ما اتقفشتش وهرب. بس للاسف بيتر قرر ان هو هيبدا اقوى من الاول، وبيتر قرر ان هو هيطور الشغل بتاعه، فجاب مساعده جديده اسمها ليزي شال. والبنت دي كانت مشرده وملهاش اهل يسالوا عنها. وليزي دي اول ما جت كانت مبسوطه جدا باللي هي بتعمله، وبدات تستقطب الاطفال. بس فجاه بقت الدراع اليمين بتاع بيتر، مش عشان هي بتستقطب الاطفال بس، لا، ده عشان كانت مصممه تخش معاه في اللايفات وتعمل كمان اللي هو بيعمله. وفجاه بسرعه جدا بدات تطلع بفيديوهات لوحدها، وبيتر كان بيخليها تطلع من كتر ما هو بيثق فيها، وكان شايفها بتحب اللي بتعمله بجنون. وما كانتش طبيعيه، دي كانت بتعمل حاجات. وليها فيديو موثق بس مش هقول اسمه طبعا. الفيديو ده انها جابت 2 اطفال وبدات تخبط راسهم في بعض لحد ما فرقوا الحياه على الهواء. وليها فيديو تاني كانت بتقطع اطراف الاطفال بشكل بشع جدا. المشكله كلها انها كانت بتعمل ده وهي مبتسمه وبتضحك وكانها بتتفرج على فيديو كوميدي. لحد هنا كل ده كان عادي. اللي ما كانش عادي هو الفيديو الجاي اللي بيتر نزله لطفله عندها 12 شهر. المهم الفيديو ده بقى كان فيه 3 بنات، واحده عندها 12 سنه، واحده عندها 11 سنه، وواحده عندها 12 شهر. وهنا بيتر استلم البنت اللي عندها 12 شهر وعلقها في جنش زي ما الجزار بيعمل في الذبيحه بالظبط. مش عاوز اقول لك تفاصيل اكتر من كده، بس من كتر ما الفيديو كان بشع فعلا الناس كانت بتتفرج عليه كانت شاكه انه حقيقي اصلا، وكانوا بيسالوا نفسهم هل فعلا في بني ادم ممكن يعمل كده. والفيديو ده انتشر وعمل ضجه كبيره جدا، وبيتر قرر وقتها انه يبيعه في مزاد علني. وفعلا بيتر باعه بمبلغ كبير جدا، واللي اشتراه شاب اسمه ماسيو كان عنده 22 سنه، وطلع بيدير موقع اباحي متخصص لجنس الاطفال، وكان عاوز يعمل بيه ضجه للموقع بتاعه عن طريق الفيديو ده. انت متخيل مدى الوساخه اللي انا بحكي لك عنها؟ بس ساعتها الشرطه قدرت توصل للي اشترى الفيديو، ولما قبضوا عليه وكشفوا على الفيديو لقوه حقيقي، وكل الاحداث اللي عملها بيتر جواه كانت حقيقيه 100%. ووقتها طلعت اكبر عمليه بحث عن بيتر بطول الفلبين كلها، وتحديدا كان يوم 20/1/2015، لحد ما في الاخر قدروا ان هم يمسكوه. وبعدها قرروا انهم لازم يوصلوا للناس اللي معاه كمان. واكيد بتسال نفسك دلوقتي اكيد بيتر طبعا اتحكم عليه بالاعدام. احب اقول لك ان ده ما حصلش، وده بسبب يا معلم ان بعدها بكام شهر بيتر لما اتقبض عليه خزانه الادله الجنائيه اللي كان فيها كل الفيديوهات والادله اللي بتدين بيتر حصل فيها حريق ضخم جدا، وطبعا كلها اتأيدت ضد مجهول. وكل الأدلة اللي كانت بتدينه اتحرقت وما فضلش منها أي حاجة، حتى الفيديوهات كلها راحت وما بقاش في أي حاجة يتفرجوا عليها. انتوا متخيلين؟ وبعد ما طلع رجع يمارس الشغل عادي جدا، بس في 2017 جابوه مرة تانية وعليه 118 جريمة. وسبحان الله حظه القانون في الفلبين كان اتعدل وما كانش في حاجة اسمها الحكم بالإعدام أصلا، وده كان اتلغى من عندهم. لحد النهاردة بيتر موجود في السجن ولسه عايش. المشكله بقى ان بيتر مش ندمان على اي حاجه من اللي هو عملها، وضميره حتى مش بيأنبه، وكان مبسوط انه وصل في الدارك ويب لمستوى محدش وصل له قبل كده، وكانه عنده تارجت وقدر ان هو يخلصه. ولان الدارك ويب وكان مبسوط انه وصل في الدارك ويب لمستوى محدش وصل له قبل كده في الجريمه، وده لان الدارك ويب مش مفتوحه على بعضها، ده فيها مستويات، وبيتر كان وصل لمستوى عالي جدا جواها. وعاوز اقول لك ان دماغك وفضولك قبل ما يوديك لهناك افتكر ان حياتك ممكن تنتهي حرفيا، لانك انت مش فاهم اي حاجه ومش فاهم مدى البشاعه ومدى القوه والسيطره على العالم ده. اسلحه تلاقي، منظمات ارهابيه موجود، قتله متسلسلين برضه هناك، وهتلاقي كمان ناس بتبيع قنابل يدويه وقنابل بيولوجيه، وكمان بيبيعوا لحوم البشر عادي جدا. كل ده موجود هناك. وعاوز اقول لك كمان ان مش بس المرضى هم اللي بيزوروا المواقع دي، لا، ده من ضمن زباين بيتر كان في دكاتره واطباء متخصصين كانوا بيخشوا مخصوص عاوزين يعملوا تجارب على واحد بشري بس من غير ما يتمسكوا ولا يحصل لهم اي حاجه، فكانوا بيبعتوا فلوس لبيتر وبيجربوا عليه اي دواء او اي فيروس هم عايزين يعملوه، وكانوا بيكلفوا بيتر انه يعمل التجارب دي وهم قاعدين في بيوتهم ما لهمش دعوه باي حاجه. وطبعا كل ده مقابل فلوس كتيره جدا كان بياخدها بيتر، حاجه في قمه القذاره. وبالمناسبه مساعده بيتر ليزي فاكرينها، اللي هي كانت الدراع اليمين بتاعه، دي بقى هربت ومحدش عرف يمسكها. دي كمان بقت بلوجر مشهوره جدا واتجوزت من رجل اعمال غني جدا جدا، وكانها ما عملتش اي حاجه خالص. يا ريت تقول لي حابب نتكلم على ايه المره الجايه. اما بقى اللي حابب يشوف بقى الحلقات هتلاقوها موجوده دلوقتي في القناه، وما تنساش تتابع حساباتي اللي موجوده في الديسكربشن تحت الفيديو. واوعى تفتكر ان دي النهايه، لسه في كتير وهنتقابل تاني في ظروف غامضه. اتشرفت بمتابعتكم، سلام.